ونبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي. وفي الأحداث السابقة بيكون كيان نابل ملك استحوذ على جسم قائد فريق الهجوم، بدأ يقتل فيهم. بتبدأ أحداث حلقتنا والكاميرا بتقرب على سوهو وهو واقف وسط موقع التعدين، حواليه عمال بيتفرجوا باندهاش على المشهد الغريب اللي قدامهم. العفاريت اللي كان استدعاهم جنود الظل شغالين في صمت تام، بيحركوا العربيات، بيرصوا الأحجار، كأنهم جيش مظلم بيتحرك بأوامر سيده. وسوهو قال لبيرو: مهارة الاستدعاء دي جامدة فعلا زي ما قلتلي بالظبط. بيرو اللي كان واقف جنبه وقال: سيد الشاب، أنا مش جاي هنا عشان نلعب أو ننبهر، إحنا هنا نرفع مستوانا. سوهو رد عليه: تمام، يبقى نبدأ بالمهمة التالتة. بيرو قال: استرجاع قوتنا؟ سوهو بصله بثقة وقال: ما انت بنفسك قلت انك بترجع قوتك لما بتاكل حاجة فيها مانا، وبص حواليك، الارض كلها مليانة مانا، ابدأ كلها كلها يا بيرو. بيرو بصله للحظة ثم بدأ يتحرك بهدوء، وبدأ يمتص المانا اللي في الجو زي دوامة من الظلام. بس فجأة بيرو وقف مكانه، جسده اتشنج وعيونه اتشنجت وعيونه اتوسعت. سيدي، صوته كان مليان توتر، أنا حاسس بحاجة غريبة. سوهو لف بسرعة وقال بقلق: في إيه يا بيرو؟ بيرو قال: سيدي، أنا حاسس بوجود ملك هنا. وسوهو وشه اتغير وقال بصوت منخفض: ملك؟ تقصد أبويا؟ بيرو هز راسه بسرعة وقال: لا يا سيدي، لو كان والدك هنا كنت استعدت طاقتي بالكامل في لحظتها، لكن اللي حسيته دلوقتي قوة مختلفة تماما، قوة في مستوى ملك. الهدوء بيتكسر فجأة لما وحوش ضخمة بتخرج من جوه الكهف، والصيادين والعمال بيجروا بخوف. واحد منهم بيصرخ: إيه اللي بيحصل؟ ليه في وحوش هنا؟ عامل منهم بيحاول يقاوم، يضرب الوحش بالمنجل، لكن الوحش يمسك المنجل بفمه ويكسره. العامل بيترعش من الخوف ومش قادر يتحرك. وقتها سوهو بيتدخل بسرعة، يضرب الوحش على دماغه ضربة حاسمة ويقول للعامل: اهرب، عندك وقت تمشي من هنا. بعدها 3 ذئاب سحرية بيقفوا قدامه، والألوان فوق أسمائهم بتوضح إنهم بنفس مستوى الوحش اللي واجهه قبل كده. سوهو يقول لنفسه: مستوى دي أقدر أتعامل معاهم. بس يسمع صوت من وراه، يلاقي الطالب الجبان ماسك منجل وواقف وراه. سوهو يقول له: ممكن تهرب دلوقتي. الولد يرد بثقة لأول مرة: مش ههرب المرة دي. سوهو يستدعي 3 من عفاريت الظل ويأمرهم: احموا الولد ولو احتاج مساعدة ساعدوه. بعدها يفتح المخزن، يلاقي سلاح تقيل ولامع، يمسكه ويقول: ده أكيد هيكون أحسن من المنجل. يندفع على الذئاب بكل قوته، يضرب أول واحد ضربة واحدة بتخلص عليه، والباقيين بيرجعوا خطوتين لورا. بعد ما خلص القتال بيجيله إشعار من النظام بيقول: لقد هزمت الوحش ذو الأنياب الفولاذية. بيمشي ناحية الجثة، يمد إيده عليها ويقول بهدوء: قيام. وفجأة بيخرج ظل الذئب من الأرض، شكله مرعب وعيونه بتلمع بلون غامق، وبيقف جنب سوهو. سوهو بيبصله وهو بيقول لنفسه: مهارات الاستخلاص والاستدعاء مش بتستهلك مانا، ومع كل ما المانا تزيد أقدر استدعي أكتر، ساعتها هكون جيش ظل كامل. بيروح على الوحش اللي بعده ويضربه ضربة قوية من تحت فمه تخلص عليه في لحظة. يظهر إشعار جديد: لقد هزمت وحشا آخر. من غير ما يضيع وقت بيقرب من الوحش ويقول: قيام. وبيستدعي ظله هو كمان لحد ما النظام يبعته رسالة جديدة: لقد هزمت الوحش الأخير، مستواك زاد. بس قبل ما يلحق يفرح بيظهر إشعار طارئ بلون أحمر قدامه: مهمة طارئة، اهزم الأعداء. هناك كائنات في المنطقة بتحاول تقتل اللاعب. عدد الأعداء المطلوب هزمهم 1، عدد الأعداء اللي تم هزمهم 0. سوهو بيحس إن في وحش تاني جوه الكهف، وفجأة بيظهر شخص شكله متأذي وبيقول إن في وحوش هجمتهم، بس سوهو بيشك فيه. وفجأة الشخص ده بيهجم عليهم وبيكتشفوا إنه القائد اللي اتحول لوحش.
سوهو بينقذ الطالب في آخر لحظة وبيأمر ذئاب الظل يهاجموا، لكن الوحش بيكون قوي جدا وبيقطعهم بسهولة. بيرو بيقوله إن الوحش ده مستضيف كيان قوي اسمه نابل كيان، ورغم كده هو مش بكامل قوته، لكنه أقوى من سوهو دلوقتي. سوهو يفتح النظام، يطلع خنجرين ويستعد للقتال بكل قوته. بيرو بيقول قوة الوحش ده في السيف، لو قطعنا إيده السيف هينفصل عنه ومش هيقدر يتحرك. الوحش بيتعصب وبتبدأ الوحوش تهجم عليهم. واحد بيحاول يمسك السيف بأسنانه، وسوهو بيقول دول أجسادهم بتتجدد لوحدها. بيرو بيرد دي أجساد روحية، وطالما عندك منى تقدر تستدعيهم. الوحش بيبدأ يقطع فيهم وهو بيقول إزاي حشرة زيك تستخدم قوة ملك الظلال؟ سوهو بيسأله أنت بتتكلم؟ بيرو بيقول إزاي يقول لابن الملك كلمة زي دي؟ الوحش بيقول ابن ملك الظلال، فعلا ما كنتش متوقع قابلك هنا. وسوهو بيرمي عليه الخنجر، بس الوحش بيصده بالسيف. سوهو بيحدف عليه الأسلحة اللي حواليه، والوحش بيصدها كلها بسهولة. سوهو بيقول لنفسه زي ما توقعت، وحش اسمه باللون الأحمر مش سهل التعامل معاه. بيرفع كل الأسلحة اللي على الأرض بقوته ويرميها على الوحش. الوحش يصدها كلها ويكسرها، وبعدين بيهجم على السوهو. سلاح سوهو بيتكسر في إيده، والوحش بيكمل هجومه، وسوهو بيتفادى الضربات بسرعة. بيقول لنفسه لو أخدت ضربة واحدة هموت. الوحش بيقول هتفضل تهرب زي الجبان؟ ده شكل ملك الظلال بيستخبى ورا جنوده برضه. وسوهو بيتعصب. سوهو بيقول هو مش أنا الختم بتاعي اتفك؟ ليه قوتي ما رجعتش؟ بيرو بيرد لازم تسترجعها واحدة واحدة، ولما تسترجعها كلها هتبقى قوتك كافية لمواجهة الملوك. المشهد بينتقل وبيرو بيكمل. جنودك أجسادهم روحية، وطالما عندك مانا تقدر تسترجعهم. تيجي لسوهو فكرة إنه يقدر يغير شكل الوحوش لأي شكل هو عايزه. بيبدأ يستدعي الذئاب، والوحش يقول الخدعة دي ما تنفعش معايا، ويهجم على سوهو. لكن في اللحظة دي سوهو بيصد السيف بإيده اللي فيها القفاز المصلوع من الظل. بيظهر له إشعار من النظام: الوحش ذو الأنياب الفولاذية ترقى إلى المستوى الأول، القفاز ارتفع في الموارد. وبيجي إشعار تاني: مهارة استخراج الظل، المستوى 2، تغيير الشكل، يتطلب سلطة الظل، لا يستهلك المانا، يمكنك تغيير أشكال جنود الظل كما تريد. سوهو بيقول يعني كده أقدر أقاتل بقفاز؟ بيرو بيرد أنا ما كنتش متوقع إنه يحول الجنود للشكل ده. ده ملك الظلال اللي عدى المستويات من غير حدود ما تعلمش بالسرعة دي. بيرو بيرد تاني السيد الشاب لسه مستيقظ، لكنه قدر يتعلم مستوى أعلى من سلطة الظل من غير ما حد يعلمه. الحس القتالي اللي ظهره وكفاءته في استخدام سلطة الحاكم أثبتت ده. المعركة بتستمر. سوهو بيلفق الوحش في الحيطة بضربة على بطنه، والوحش بيتعصب، لكن سوهو ما بيدهوش فرصة. بيستخدم سلطة الحاكم، بيرفع كل الأسلحة ويرميها عليه، وبيهاجمه بفأس وبيوجه له ضربات متتالية وبيقطع له إيده. سوهو بيفكر كنت خايف من الاسم الأحمر، بس الحقيقة إنه مش بالقوة اللي كنت متوقعها. بيرو بيرد ما كنتش أشك في نصرك لحظة. سوهو بيقول لنفسه بالرغم كده اتعلمت تقنية قتالية جديدة في المعركة دي، والنتيجة مش وحشة. بيظهر إشعار من النظام: وصلت مكافأة إتمام المهمة، هل تريد التحقق من المكافأة؟ قبول، رفض. سوهو يضغط قبول. إشعار المكافأة: المكافأة التالية جاهزة. المكافأة الحجر الروني القطع الزباعي. إشعار: لقد تعلمت مهارة القطع الزباعي المستوى 1، مهارة فعالة، المانة المطلوبة 50. قوة الرياح الهائجة تغرس في السيف، تهاجم عدة أعداء مرة واحدة. سوهو بيفكر مهارة دي أكتر مكافأة كنت عايزها. السلاح بيبدأ يتكلم: يا له من أمر مهين، ما كنتش متوقع إني هستقبل الهزيمة على يد ابن ملك الظلام، لكن في اللحظة اللي هتمسكني فيها هبتلع وعيك وهسيطر عليك عشان كل البشر طماعين. سوهو بينزل على الأرض علشان ياخد السيف.
أول ما بيمسك السيف يطلع إشعار: لقد حصلت على أداة نابرا كان. سوهو يقول ده أكيد أحسن من سلاح العفاريت. السيف بيقول: أيعقل إن في بشري ما أقدرش أسيطر عليه؟ أنا اللي ورثت قوة عاهل الأنياب. فبيظهر قدام سوهو أشعار جديد من النظام: المباركة، مباركة الساحر العظيم كانديارو. لقد باركك الساحر العظيم كانديارو بمهارة خاصة. ما دمت تمتلك هذه المباركة، هتتمتع بالقوة والصحة الدائمة. تأثير استمراري، الشباب الدائم، مقاوم لجميع الأمراض والسموم والتأثيرات العقلية، وقدرتك على التجدد بتزيد بشكل كبير أثناء النوم. بيجرب سوهو المهارة وبيوصله إشعار: تم تفعيل المهارة. سوهو يقول: هي بتستهلك مانا كتير بس مش مشكلة، تستاهل. بعدها المشهد بيتغير والطالب اللي كان مغمى عليه بيبدأ يستعيد وعيه. يفتح عينه يلاقي سوهو واقف قدامه، فبيقول له باستغراب: إيه اللي حصل هنا؟ بيبص جنبه يلاقي الصياد المتحول واقع على الأرض وإيده مقطوعة. سوهو يرد بهدوء: دي قصة طويلة، هحكيها وإحنا خارجين. وكده بتنتهى أحداث حلقتنا، وهننتقل لقصة تانية. بس لو عايزيني أكمل في السلسلة دي اكتبولي في التعليقات، وبس لو في قصة تانية عايزينها اكتبولي في التعليقات. وما تنساش تسيب اللايك والاشتراك الجميل يا جميل.